السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أصدقائي وزمايلي في مجال الفنادق. الأول أنا بشكركم على دعمكم على الفيديو اللي أنا نزلته امبارح. تمام، يعني مرة بصراحة ساعدني جدا تفاعلكم ومشاركتكم في الفيديو، وبناء عليه إن شاء الله بإذن الله قررت إن شاء الله أعمل النهاردة أو أنزل لكم كمان فيديو النهاردة. تمام، يخص زي ما احنا اتفقنا مجال الفنادق. يا رب تستفيدوا منه زي ما أنا بالظبط استفدت منكم، واستفدت من زملائي وأصدقائي في الفنادق قبل كده، واستفدت من مدرائي، واستفدت من أساتذتي في الجامعة. فبنقل اللي أنا استفدته تمام كصورة إيجابية لكل المشاهدين أو المتابعين يعني. طبعا أنا هتكلم في ناس على المدى القريب سألوني كتير، يعني انت ازاي بتوصل للتقييمات الإيجابية من الضيوف أو الجست. تمام، في الفنادق اللي عندك. الحمد لله أنا التقييمات منهم فندق 4 نجوم من الفنادق اللي معايا. تقييمهم أو ترتيبهم الأول على فنادق الرياض ما شاء الله. تمام، وما شاء الله دايما الضيف حتى في لو حد شاف الكومنتات أو حد شاف الريفيوهات اللي موجودة، تمام، دايما الضيف بيذكر عندي الحمد لله ان هو بيدخل الفندق عندي بيحس ان هو في بيته. تمام، من تعامل الموظفين، من خدمة، من سيرفيس بتتقدم. تمام، فده ليه احنا وصلنا لكده ازاي او احنا بنعمل ايه؟ الموضوع بكل بساطة وسهولة، موضوع سهل جدا. ان انا معود الناس اللي معايا، تمام، زمايلي اللي موجودين معايا في الشغل، سواء استقبال، سواء هاوس كيبنج، سواء سيرفيس، سواء كل الناس، ان الضيف دوت تمام بالظبط. احنا طبعا احنا متفقين ان هو اسمه ضيف اللي هو جيست، ما ينفعش ان احنا نقول عميل، ما ينفعش اللي هو نقول نزيل، ما ينفعش اللي هو ضيف. وبناء عليه تمام احنا يعني الناس بصراحة احنا بنعامله على اساس ان هو ضيف في بيتنا. تمام، وقيس على كده ان انت لو جالك ضيف في البيت عندك، تمام، انت هتعمل معاه ايه؟ بداية من ان هو خلاص كلمك وقال لك ان شاء الله باذن الله انا هاجي لك عندك في البيت. تمام، دي بداية اللي هو بداية حجز الضيف او الجست، ان هو بيحجز وخلاص، هو انت عارف ان هو جالك في بيتك. فانت بتعمل ايه في البيت عندك؟ انت بتعمل ان انت بتهيئ طبعا البيت. تمام، ان في حد ضيوف جاي لك، واذا كان عن نظافة، اذا كان مثلا هتجهز له غرفته، اذا كان هتعمل له الاكل، اذا كنت هتعمل له الحاجة اللي هو هيشربها اول ما يدخل. تمام، فنبدأ خطوة خطوة وإن شاء الله أنتم بإذن الله هتلاحظوا أو تحسوا الموضوع ده يعني. أنت الضيف لما بيجي لك أو بيعرفك إن أنت جالك ضيف في البيت، بكل بساطة تمام إن أنت بتلبس كويس، لبس كويس، بتلبس ولادك كويسين، وبتلبس أهل بيتك كويسين. ده اللي احنا بنعمله في الفنادق بالظبط، ان دايما اليونيفورم بتاع الاستاف لازم أن يكون كويس، لازم أن يكون مغسول كويس، لازم أن يكون المكوي. ما ينفعش ان انت تقابل ضيف وانت اللبس بتاعك مش كويس، يعني هيحس ان انت مش مهتم بيه على الاقل خالص يعني. الحاجة التانية، الخطوة التانية، الضيف لما بيجي لك انت بتستقبله طبعا على الباب، من اول الباب على طول، او بتستقبله في المكان اللي انت بتستقبله في بيتك. تمام، بالترحيب وبابتسامة. دايما في مجالنا الابتسامة دي هي رقم واحد في شغلنا يعني. حتى لو كان عندك ضغوطات او هموم او اي حاجة مأثرة عليك، المفروض ما تأثرش عليك في شغلك يعني. فانت في بيتك بتستقبل الضيف تمام بابتسامة وترحيب، ويا اهلا وسهلا، والاخبار ويا رب تكون مثلا تسأل لو السفرية تكون كويسة، كانت كويسة بالنسبة لك، وانت شرفتنا ونورتنا في بيتك بالبلدي كده يعني. ده اللي احنا بنعمله بالظبط في الريسبشن، في الاستقبال، ان احنا بنستقبل الضيف بترحيب وابتسامة. وطبعا بنتكلم معاه برضه نفس الكلام، يا رب تكون سفريتك تكون كانت كويسة، يا رب مثلا ما يكونش في مشاكل مثلا واجهتك في الطريق كده يعني. وبتحسسه دايما ان انت مهتم بيه. وبعد كده بتسأله تمام، ده في الريسبشن تسأله انت طبعا محتاج ايه. طبعا الحجز بتاعه بيبقى مبين يعني.
على ما تتكلم معاه طبعا وترحب بيه وكده، بيكون جاي له الويلكم درينك. يعني انت في البيت عندك طبعا دايما على زي ما بيقولوا كده في بالبلدي، على ما الغداء او العشاء على حسب الوقت اللي هو وصل فيه الضيف. تمام. انت مثلا مش هيجي ياكل على طول، يعني بيجيب له حاجه يشربها على ما الاكل ما يجهز او كده. ده اللي احنا بنسميه في الفنادق اللي هو الويلكم درينك. تمام. وبعد كده في البيت عندك، تمام، بعد ما بيشرب ويستريح ويقعد ويهدى من المشوار اللي هو قاعد فيه، اللي هو وصل فيه عفوا. بعد كده طبعا بتشوف الغرفة المناسبة اللي في البيت عندك اللي هو هيقعد فيها يعني. الغرفة دي لازم تكون مترتبة كويس، الفرش بتاعها كويس. مش معقول ان ضيف يجي يلاقي تناموا على السرير بتاعك، أو سرير مستعمل، او غرفة مش منظمة، او فيها مشكلة اللمبة بتاعتها مش شغالة كويس، او او هي مثلا فيها مشكلة في الصيانة، او فيها اكيد مليون في المية انت لو حطيته في غرفة زي كده هو هيكون مستاء فترة اللي هو هيكون فيها يعني. ده اللي احنا بنعمله بالظبط في الفندق، ان احنا بنجهز له غرفة خالية من العيوب، خالية من نظيفة، الفرش بتاعها كويس، على أساس إن هو يعرف يبقى مرتاح فيها. الحاجة التانية، تمام، على ما بيدخل طبعا لغرفته ويريح ويغير هدومه وكده، طبعا انت بتوصله لحد هناك لحد غرفته بيرتاح وكده. بيرجع تاني يكون الأكل متجهز حلو، مطبوخ أو مستوي بطريقة كويسة، تمام، تناسبه. مش حاجة معمولة كده بسرعة أو معمولة بكركبة كده. تمام. بيدخل بيجي طبعا يتغدى. ده اللي احنا بنعمله في المطعم بالظبط، ان احنا بنجهز له الاكل، يكون الاكل بتاعه امن سيفت كويس، الجودة بتاعته كويسة. بيتقدم له بطريقه كويسه. ما ينفعش برضه خد الاكل اهوت وتسيبه وتمشي، لا، لازم يحس، لازم الضيف عندك في البيت يحس بالاهتمام، تمام، او يحس ان انت ضيف مرغوب فيه، تمام، عشان يجي لك تاني، او عشان يقول والله الناس دي ناس كريمه وناس كويسه وقابلوني مقابله كويسه. ده اللي عندنا في بالبلدي كده يعني. قيس بقى إقامة الضيف عندك، تمام، في بيتك، تمام، لحد ما تاني يوم إن شاء الله أو تالت يوم على حسب المدة اللي هو قاعد عندك في البيت، ما بيخرج من البيت. تمام. وهو خارج أنت بتعمل إيه؟ بتقول له والله أنت نورتنا وكانت فترة كويسة، الحبة اللي أنت قعدتهم معانا، وإن شاء الله منتظرينك، وما تطولش علينا وما تغيبش علينا، وده بيتك في أي وقت، وإحنا كنا سعداء بحضرتك، ولو في اي مشكله في حاجه واجهتك في الفتره، حد ضايقك في حاجه الاقامه كانت كويسه او الغرفه بتاعتك كانت كويسه. تمام. ده اللي هو انت بتشوف تقييم الضيف، لان لازم الضيف لازم تكلمه، تمام، وتتابعه كل فتره. الضيف هيحس معاك ان انت فعلا كان حد خفيف على المكان، وكان حد فعلا مرغوب فيه، وكان حد فعلا شاف الاهتمام منك ومن البيت عندك ومن الناس اللي موجودة عندك. ده بالظبط اللي بنطبقه عندنا في الشغل في الفنادق. تمام. ان احنا بنعامل اللي جاي لنا ده كضيف جاي عندك في بيتك. تمام. ان انت بتعامله مش زبون مثلا في محل جاي يعمل حاجة وماشي خلاص، عجبته بقى الحاجة، ما عجبته ما عجبتوش خلاص. لا، احنا دايما عندنا رضا الضيف يعني هدفنا الاول. تمام. حتى لو مش هنكسب، او مثلا يعني في اوقات كتير قوي احنا بنعمل حاجات ليه فري، ممكن نعمل ليالي فري، تمام، خالص، تمام، علشان خاطر لو كان ضيف حس مثلا مشكلة او طالع متضايق. تمام. لا، احنا عندنا في الاول هدفنا الاول ان احنا لازما الضيف يطالع من عندنا مبسوط، تمام، ما عندوش اي مشكله خالص. فعندنا طبعا فريق تاني بيتواصل بالضيوف او بالجيست بعد فترات الاقامه، برضو بيتابعهم ويتابع تقييمهم لو كان في حاجه في الاقامه، لان ممكن ضيف مثلا يطلع ما قالش حاجه في الريسبشن، ويطلع بعد كده برضو في حاجه ما كانتش كويسه بالنسبه للاقامه بتاعته، او منزعج من حاجه معينه. وبعد كده لما حد بيتصل عليه بيتواصل معاه تاني، بيعرف ايه المشكلة ديت، وبنحاول برضو ان احنا نعرفه باهتمام، حتى يعني في اهتمام من قبل الإقامة، وفي اهتمام فترة الإقامة، وفي الاهتمام بعد فترة الإقامة. دي اللي احنا بنعمله الحمد لله في الفنادق عندنا.
وده اللي ما شاء الله الزملاء الحمد لله كلك شغالين بحاجة زي كده، كل الأقسام الحمد لله في كل الفنادق. علشان كده الحمد لله تقييماتنا ما شاء الله كويسة، الله يبارك. ودي دايما احنا بنحافظ على مستوى رضا الضيوف، تمام، بالنمط او بالشكل اللي انا اتكلمت فيه، ان الضيف يحس ان هو داخل في بيته، او الضيف داخل جاي عندك كضيف في بيتك. انت شوف انت هتعمل ايه في بيتك. لو جالك ضيف تمام اكيد مليون في المية هترحب بيه وهتعمل له حاجة كويسة ان هو يطلع مبسوط. نفس الكلام برضو بالظبط، عشان بس ما اكررش الكلام، نفس الكلام احنا بنعمله في الفنادق. تمام. انا مش عايز اطول على حضراتكم، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في حاجة جديدة بإذن الله تخص الفنادق وتخص المجال. شكرا جزيلا.